السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة صوفي شانيل. اليوم إن شاء الله بيت نشارك معاكم هذه التحلية هذه بمذاق القهوة والشوكولا. هي اللي صراحة الله تصلح لنا مع هاد الحرارة وهاد الصهوضات، كنبغيو هكا شي حاجة باردة. فأنا اليوم إن شاء الله نشاركها معاكم. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا 2 كيسان ديال الحليب، عندي هنا 2 معالق كبار ديال النشا، عندي هنا معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال سنيدة، وعندي هنايا واحد 2 العلب ديال البسكوي ديال صابلي ديال درهم. خديت 2 قطعته هكا طريفات. ندوزو لطريقة التحضير ديال هاد التحلية. اول حاجة كناخد الكاس الاول ديال الحليب، كنديرو في الكاسرونة، كنزيد عليه ديك المعلقة ديال القهوة، كنخلط هكا، كنحاول ندوب هكايا شويه. وكنزيد عليها دوك 2 معالق كبار ديال النشا، وحتى همايا كنخلطهم هكايا باش ما كيكوروا لياش. يعني كندوبوها هادشي كامل، كنحاول ندوبو في داك الكاس الاول ديال الحليب صافي. وكنزيد عليهم 2 معالق كبار ديال سنيده. انا هنا ضفت 2 معالق كبارين، تقدروا انكم تضيفوا 3 ولا 4. يعني الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، ولكن هاد 2 معالق هادو راه يعني الحلاوه ديالهم كتجي هي هذيك. صافي هنايا كنضيف عاود الكاس الثاني ديال الحليب، وغادا ناخذ الخليط ديالي كنديرو هكايا فوق البوطه، وكنبقى مستمره في التحريك حتى كيعقد ليا الخليط ديالي. راه ما كياخدش وقت بزاف، راه دغيا كين كيوجد. وهاد التحليه هذه بمذاق القهوه صراحه كتجي زوينه بزاف. صافي هانتوما هو الخليط كيفاش ولا. هذا هو القوام اللي بغيت نتحصل عليه. صافي دابا غادي نطفي عليه البوطه، وغادي ندوزو باش نديروه في الكويسات. صافي هنايا كناخذ الكويسات اولا اي حاجه يعني غادي نتقدموا فيها هذه التحليه ديالكم. انا هنايا درتهم فرديين. صافي خديت هاد الكيسان هادو، كندير فيهم هذاك البسكوي. كيف قلت لكم انا راني خديت 2 باكيات ديال البسكوي ديال صابلي، هادوك ديال درهم قطعتهم هكايا طريفات، وكنديرهم هما الاولين في الكيسان هكايا، وغادي نكب عليهم هذاك الخليط اللي بمذاق القهوه. صراحه الله كتجي زوينه. هنايا يعني الطبقه الاولى ديال البسكوي، الطبقه الثانيه بمذاق القهوه ان شاء الله، والطبقه الثالثه غادي تكون بذوق الشوكولا. صافي كنحاول انني كنقسمو على دوك الكبيسات يكونوا هكايا بالتساوي، ومن بعد غادي نخليهم غير على جنب يبردوا، ما ندخلهم للثلاجه لا والو. بالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاج فيها 2 كيسان ديال الحليب، معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو المر، 2 معالق ديال سنيده، و2 معالق ديال السكر، وواحد ساشي ديال الفاني اللي ما ذكرتهاش لكم في الاول. صافي هنايا كناخذ الكاسرون كندير فيها هذيك الكاس تاع الحليب، يعني نفس الطريقه اللي درت في الاول. يعني كنحاول ديك سنيده وداك النشا كندوبهم في الكاس الاول ديال الحليب، عاد كنزيد عليهم الكاكاو. ضروري انني كنغربلو باش هكا كنحيد دوك الكويرات وداكشي اللي تيكون فيه. هنايا غادا نخلطو حتى هوايا باش ما كيكور لياش. صافي كنضيف الكاس الثاني وكنبقى نحرك مزيان حتى ما كيبقى ليش هذاك الكاكاو باين، وكنوضع الخليط ديالي فوق البوطه وكنبقى مستمره في التحريك. يعني ما كنحبسش من التحريك حتى كيعقد ليا. هنايا راه بعد ما وضعته فوق العافيه راني ضفت هذيك الساشي ديال الفاني، وكنبقى كنخلط حتى كنتحصل عليه بهذا القوام. هذا هو القوام اللي خاصني نتحصل عليه. صافي كنطفي عليه مباشره، كندوز باش هكايا كنكبو كطبقه ثالثه على ديك التحليه.
كيف بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا معايا. كنحاول نقسمهم على الكيسان بالتساوي باش كيجيو هكايا بحال بحال. صافي هنايا بعد ما كندير هاد الطبقه الاخرانيه كندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا وكيشدوا راسهم هكايا مزيان. عاد كنخرجهم، يعني كيف كتلاحظوا هذا بعد ما خرجتهم هكا من الثلاجه. انا هنايا بالنسبه للتزيين باش غادي نزينهم خديت هاد النوع هذا ديال هاد البيمو، هذا هو اللي غادي نوضعه لانه فيه الشكلاط وكذلك التحليه ديالي مخدومه بالبسكوي. صافي فبغيت نبقى في هذا صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه تعجبكم وصدقوني انها كتجي لذيذه بزاف. ان شاء الله غير جربوها واستمتعوا بها انتم والافراد العائله ديالكم. والى هنا نهايه الفيديو، الى الملتقى ان شاء الله، في امان الله.